السلام عليكم الاخوان غادي نشوفوا واحد الفيديو. واحد السيد كيهضر على حال العرب بدون الغرب. فعلا الهضره ديالو يعني الا تعمقتي فيها راه غتفهمها مزيان وغتعرف علاش كيهضر. نشوفوا الفيديو. تخيل تصير حرب عالميه بين الدب الروسي والغربي والامريكي وتفنى هاي الدول بعضها وما يظل منهم شيء، خالصين باي باي. وينبغي الآن على دول الشعارات والمماتعة أن تقود هذا الكوكب. الله 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 الله. صفوق أنت وين رايح؟ والله ركبت جحش رايح لندن وراجع. أي متراجع؟ شغلة 20-30 سنة مسافة الطريق. ما في طيارات، ما في سيارات، ما في شيء، ما في حياة، ما في كهرباء، ما في انترنت، ما في كل شيء تشوفه عينك، أدوات المطبخ، ما في ساعات، عطورات، كله ينقطع. كله ترى غربي، ترى ما حتى قصاصة الاظافر تنقطع، ظافرك يصير مثل مجحاف الكريك مثل الرفش يصير. قصات الشعر المقصات يابانيه ولا شيء. ما يعني انت لما يضرب ربك الظالمين بالظالمين انت زاد تروح معهم دعوسه. مثل اليوم الدب الروسي والغربي والامريكي كلهم اليوم يفرضون على بعضهم عقوبات، الاسعار ترتفع عندك. ما انت ملاحظ بالعالم العربي بدول الشعارات والكذب والدجل ليش يرفعون الاسعار هم ويتحاربون وانت ترتفع الاسعار عندك؟ لانه العلف عندهم والبهايم عندنا. البهايم عندنا. نروح دعوه بين رجليه يا ابوي، يضرب الظالمين بالظالمين. احمد السماء واحمد الرب اللي انت تعبده، قل له شكرا يا ربي. انت قل له شكرا يا ربي لانه ما استجبت لنا دعانا من 1400 سنه، ولا كان ما شفنا شيء. كان سافرنا بجحاش ولا بغال والصخل، ولا في لا سشوار ولا في اكل ولا في شيء. ما عندك خيمه وارض بس، لانك انت تعتمد على ما ينزل من السماء وما يخرج من الارض، وتفتخر لي بالصخل وجحاش وتيوس. قال معمل حصن. انت شفت معمل حصن عندنا تفتخر بالحصان الاصيل؟ هم يفتخرون بالميج والاباتشي وما بعرف ايش. لساتك انت متمسك بجحش. بجحش متمسكين لي بالبغال وتيوس. وين معمل جحاش عندك والصخل؟ اقول له امريكا صنعت، اليابان صنعت. من غيرتي على هاي الامه يجي يقول لي لا يستطيعون ان يصنعوا نمله او صخله او معزه. على اساس انت خالق الصخل والمعز ومعملهن عندك بسوريا بدير الزور ولا بالموصل ولا ببغداد ولا ببيروت ولا بالروشه ولا ما بعرف وين بجونيا؟ وين انت يابا انت؟ وين انت؟ ولا باليمن بصنعاء بشبوه المعامله النمل؟ وقال لا يستطيعون ان يصنعوا نمله. انتم هراء، انتم مخدرين، انتم مغيبين، انتم اذا ضربك ضرب الظالمين بالظالمين انت تروح دعوسه قبلهم كلها. والله اخواني لا، الهضره ديالو يعني فيها معاني وصحيحه 100%. صراحه هادشي هذا هو المعقول، ما نقدرش نكروه. يعني حنا زعما غادي ننجاو من هذا العالم بدون الغرب. وفعلا هاد التليفون هذا شكون اللي صنعوه؟ هما. هاد الباور بانك هادي شكون اللي صنعوه؟ هما. التيليكوموند هادي شكون اللي صنعوه؟ هما. يعني اي حاجه عندي هنايا ما كاينش شي حاجه صنعوها العرب. هادي صنعوها هما. اي حاجه نقدر اي حاجه نجبدها لك هنا، شارجور اي حاجه هما اللي كيصنعوها. يعني سبحان الله العظيم كما قال هو تيقول لك هما الا عندهم الحرب تطلعوا عند الاسعار في الدول العربيه ديالنا. يعني الهضره ديالو راه صحيحه 100%. وهادشي اللي كان الاخوان. الا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو، جيم الفيديو، والسلام عليكم.